احنا في زمن الخبر والنت والألوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. قال الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير مش غش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحكي بالأخبار، هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم. وعشان ده زمن الخبر والمستحيل اللي مات، فلتحيا مصر يا عم ولتسقط الإشاعات. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لعبه الكراسي. كراسي جديده ومميزه معانا النهارده. يا ترى مين على كرسي المذيع ومين على كرسي الضيف؟ هنشوف مين على كرسي المتغرب وعمل ايه، ومين النجم اللي وصل لكرسي العالميه. حلقه يا رب تعجبكم. نلتقي بعد الفاصل. كرسي في الكلوب، حالة كبيرة جدا من الجدل الغير مسبوق أحاطت بالفنان تامر حسني مؤخرا. تامر وصل لكرسي العالمية، لكن للأسف واحد ضرب كرسي في الكلوب. الحكاية وما فيها إن تامر قدر يحط بصمته الأسمنتية في المسرح الصيني بهوليود. وطبعا حدث زي ده غير مسبوق. ده أول مصري يبصم على الأسمنت يا جماعة. أنا آخر كنت ببصم بدم الخروف على الحيطة في عيد الضحية. فكان الطبيعي الجماهير الغفيرة تجري على المطار وتستقبل تامر بعد رجوعه من بلاد بره. بصم على الأسمنت وعملوا له استقبال فشر لعيبة الكورة وهم جايبين بطولة. لكن الموضوع ما عداش كده ببساطة. فنان مصري عايش في أمريكا وظهر في كتير من الأفلام العالمية مع نجوم العالم. هو الفنان سيد بدرية. 30 سنة فعملت 60 فيلم، لعبت فيه أدوار بطولة وأدوار صغيرة، والحمد لله لعبت مع أكبر ممثلين في العالم: الباتشينو، جورج كلوني، مات ديمون، مارك والبرغ، هاري بيري، جوانيس بيلترو. مثلت مع مخرجين، أعظم مخرجين في العالم: أوليفر ستون، مايكل مان. كل الحاجات دي حطها على جنب. ولكن لما سألوني قالوا لي روح شوف هل موضوع تامر حسني بجد. أنا بالنسبة لي لو بجد أنا فخور. سيد زار بنفسه المسرح الصيني وكشف حقيقة بصمة تامر حسني. احنا النهارده في شارع هوليوود قدام المسرح الصيني، وان شاء الله ناخدكم ونشوف البصمه بتاعه الفنان الكبير تامر حسني. نفتش على البصمه
بتاعت تامر، وكان نفسي اشوفها لان دي خبر عظيم. اللي عمله تامر ما عملوش عمر الشريف، من اعظم ممثلين العالم مش ممثلين مصر. يا طنبورة فينك يا طنبورة، فينك يا طنبورة، حد شاف يا أهل البلد، يا أهل البلد، يا أهل هارفارد وأمريكا، حد شاف بصمة تامر؟ طنبورة، طنبورة يا زوج، طنبورة دوختني في الشمس يا طنبورة. Have you seen Tamer Hosni? Tamer Hosni? Yeah. I have no. سيد بدرية ابن مدينة بورسعيد، من هارفارد ومن المسرح الصيني، وقشطة عليه. من هنا والسوشيال ميديا استلمت الموضوع على المحارة، وبقى ترند طبعا لعدة أيام، مش بس في مصر، لا في الوطن العربي كله. فتت على موقع المسرح الصيني بهوليوود لأتأكد من الخبر، لقيت إنه ما ذاكر أي شيء عنه، وحتى إنه الصحافة المهمة بهوليوود اللي عادة بتغطي هيك أخبار ما في أي حس أو خبر عن الموضوع. دونالد كاشنر أحد مالكي المسرح الصيني بهوليوود صرح بأنه ابتكروا شيء اسمه موك سيريمونيز، يعني احتفالات تقليد، ومنها الريل سيريمونيز، يعني احتفالات أصلية أو حقيقية. والهدف من هالموك سيريمونيز انه تقدر الشركات انها تروج لأفلام أو مناسبات خلال فترة معينة، وبعد انتهاء هذه الفترة تتم إزالة هذه البصمات. طبعا اللغط اللي حصل دفع تامر للظهور، وده على فكرة نادر جدا، في مداخلة مع القاهرة والناس يوضح حقيقة حقد الناس عليه. أول مرة تحصل في تاريخنا حاجة زي كده، فأكيد سعيد بيها، والجمهور اللي فرحان بيها أكيد فرحان من قلبه، لأن هي حاجة تشرفنا كلنا الحمد لله. ليه في بعض الناس شككت في التكريم ده أو التقدير ده؟ ده تكريم أول مرة يحصل لفنان عربي في التاريخ. فعشان كده دايما لما حاجة بتبقى جديدة أولها لازم يبقى في ناس مش فاهمة، خصوصا إن أنت في زمن في بعض الناس على مثلا السوشيال ميديا والفيسبوك، في ناس يعني بيحاولوا يشتتوا الآراء، في ناس شغلانتهم كده بيفرحوا بده، في ناس بتحب التشتيت، في ناس بتحب تنظر، في ناس بيحبوا يكذبوا، في حاجات كتير بتحصل. فاحنا عايشين في الزمن ده. وطبعا عشان المهنية وده يحسب للبرنامج، جابوا سيد بدرية. رحت اتفرج على النجمة او على التصميم ما تلاقيتهاش، ده الحاجة الغلطة اللي عملتها. ايش شتمت بامي؟ بقالي 48 ساعة الملاشيات واللجان الالكترونية بتشتمني وتهزقني. حصل لنا ايه؟ مصر فين اللي انا خرجت منها؟ احنا كنا بنسمع الشتيمة دي، ايه اللي حصل لنا؟ عمل علي حملة وجاب الناس يشتموني، وانا راجل كبير واخواتي بيسمعوا شتايم امهم. انا مالي يا عم؟ اتكرم. انتم اشتريتوا التكريم، انتوا اشتريتوا البصمة. اعمل ايه انا بقى؟ اشتم طول النهار؟ لا حرام. على ما يبدو ان الراجل اتعملت معاه الجلاشة من جمهور نجم الجيل، ومن الواضح برضو ان الجلاشة كانت تقيلة، وعشان كده ظهر بدرية مرة تانية يعتذر لتامر. بحب أقدم اعتذاري إلى الفنان الكبير تامر وإلى حبايبه ومعجبينه. أنا عمري ما قلت اللي البصمة مش حقيقي، أنا بس قلت اللي أنا رحت وما تلاقيتهاش. فأرجو اللي انتوا ما تاخدوش الكلام اللي أنا بقول لا ماهيش بصمة، فبتأسف لكم ومعلش اعذروني. بعد الاعتذار نوه ان الحدث موجود بس مدفوع. عشان تبقوا عارفين البصمة تامر والشركة اللي معاه اشتروها، مش جاية اهداء من مسرح الصيني. الاحتفال اللي اتعمل مدفوع فلوس،
البصمة نفسها مدفوع فلوسها، وتأجير الأرض الشهر الجاي أو 6 شهور أو 3 شهور زي ما بتقولوا مدفوع فلوسه. لأن الشركة دي شركة مش بتهدي زي مثلا لما يكون لك نجمة بتهديك النجمة وبتحطها على الأرض. لا، شركة الإمضاءات والبصمة شركة بتعمل فلوس، بتعمل حفلة ليك وبتمضي وبيأجروا لك مكان. لما يجي المكان بيحطوه لك، ممكن يحطوه لك سنة، سنتين، 3، 4. كل التوفيق للعالمي سيد بدرية، وكل التوفيق للعالمي تامر حسني. دول ناس عالميين ملناش دعوة بيهم، خلينا في المحليين اللي على قدنا. وهو الأسمنت موجود في كل حتة ونقدر نبصم كلنا. ايه رايك في البصمه الاسمنتيه بتاعه تامر حسني؟ مبروك يعني. ما اسمعوش اساسا. البصمة ما لهاش لازمة. ايه البصمه الاسمنتيه مش فاهم. يعني ايه بصمة اسمنتية اصلا؟ تامر حسني. واو. ايه البصمة الاسمنتية دي؟ انت عملت ايه كده في الرملة زي ما انت بتعملي كده في جمصة اللي بتروحي انت وابوك؟ كانت فيك، بس ده اللي سمعته انها فيك. الحاجه دي ما يفهمهاش كتير حد في مجتمعنا، اللي بصمه اسمنتيه وكده عادي، انما بره بيقدروها اكتر من هنا يعني. بقينا وسط المشاهير. هو اللي بقى اوكي ماشي. انا بحب تامر حسني، لكن مش بحب اللي هو انا اقعد اتفرج عليه واتابعه 24 ساعه يعني. ايه لازمتها بقى يعني؟ احنا كده استفدنا ايه؟ حد مصري وصل لحاجه زي كده، فدي يعني شرف لينا يعني. ها بندلك بصمة النجم عشان تبان. الله. صوابعك بعد ما كنت بتاخد فيش بس، دلوقتي هنعمل بصمة مختلفة. اوكي. دي صوابع نجم، هتنمل هتحس ان صوابعك بدأت تخش على طريق النجومية. ها حاسس بتنميل. كده تمام. احنا على الطريق. بص بقى. في المؤتمرات اوكي. وقفة نجم، دي محمد نجم. امال ايه؟ لا نجم. تمام. هيسألوك السؤال المعروف دايما، What's your opinion in your جايزة؟ لا دي بتاعتي انا بقى. هقول لهم احب اشكر اهلنا في الصعيد، واحب اشكر ابويا وامي اللي ربونا كويس، واحب اشكر مدربي الكابتن بتاعي كابتن شلاطه. شلاطه ايه؟ انت في وادي دجله؟ لا ما نقولش كده. النجم يقف ويقول انا بشكر الفانز بتوعي وبشكر كل جمهوري، وبعدين تقف وتمد ايديك وتقول يا رب يا رب الفانز اللي على الصفحه يا رب يبقوا كويسين يا رب يا رب. يس 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 كده تبقى نجم. طب والنبي يا كابتن تقول الكلام ده لابويا وامي لسن ابويا؟ لا لسه بابي ومامي لسه. اوكي. في 5 صوابع هنستخدم واحد بس يدخلك النجوميه. ده ما كده؟ تستخدموش، ده يفشلك. ده بتاع علي العسال، بتاع اديني عقل، ده خلص. بس يبقى كده. لا ده بتاع محمد رمضان اللي هو ثقة في اللا نجاح، ما تستخدموش. طب لا ده يدخلك السجن. الوسطاني ده ما تستخدموش خالص. طب ما اعمل ايه؟ ده بتاع الدبلة، اما تاخده يمين اما تاخده شمال. لو شلت الدبلة خلاص مش هيفرق معانا. اوكي. احنا هنلعب على النجم الجديد ده، اوت اوف ذا بوكس، بس ده صغير بس يحير. هو ده النجومية. يلا مع بعض. انت بتحب تسمع يا نجم؟ بحب الشوكولاتة يا اختي على البطاطا. دي اغانيك. بطاطا وشوكولاتة جعان. لا يا حبيبي بص يا بابا، احنا هنعمل سلوجان جديد. اوكي. مع البنسر. اوكي. ارفع البنسر اهو. اتني افرد اتني اهو. لا غلط، انت تنيت وانا بفرد. انا اسف لا اوكي. نركز مع بعض تاني. يلا وهناخد كورس نص دايره. كده ونقول كده يلا. وكله في الكليبس وكله هيقسم معاك جبس. يلا وكله في الكليبس مانش هيقسم معاك جبس. لف وسطك. مانش في الكليبس مانش هيقسم معاك جبس. يلا كله في الكليبس مانش هيقسم معاك. استنى ايه اللي انت لابسه؟ ايه ده؟ بالذمه دي ايد نجم؟ امال ايه يا دي كوتش؟ ساعه نجم. لا اوكي ايه ده؟ اوكي يا فانكي. يلا انت فانكي ومانكي وهتبقى جميل. ام فانكي. ايه ده؟ ايه دي؟ لا دي ايد نجم. حظاظه. لا حظاظه انت جبت لنا الفقر. يلا الله عليك. معاك حاجه تاني؟ موبايلك ايه نوعه يا نجم؟ معيش يا نجم بصمتك لازم تبقى طلع موبايلك. اتفضل.
ده ماركه، ده موبايل نجم، انسى الحاجات دي خلاص. اوكي ويلا نقول ها. كله في الكليبس ماتش هيفصل معاك جبس، كله في الكليبس ماتش هيفصل معاك جبس، كله في الكليبس ماتش هيفصل معاك جبس. الله عليك. معاك حاجه تاني؟ معايا محفظه. تمام اوكي، وريني محفظه النجم، لازم تبقى حاجه دي قذره جدا. ايه دي؟ مفاتيح العربيه. لا 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 مش لا خلاص، لا خلاص. في حد تاني من الاسره ممكن نروح نتكلم معاه؟ والدي والنبي نفسي تقول الكلام ده بقى الوالد، بس هنبص راجل شديد لا قوي. لا انسى، ده ابوك وامك واللي جابوك، انا اقدر اقنعهم. الله عليك يا بشغلتي. كوتش، الله عليك. يلا هات اديني معايا. كله في الكليبس ماتش هيفصل معاك جبس. يلا كله في الكليبس. ايوه الله. كله في الكليبس. ماتش هيفصل كله. افرد ستوب. خير يا باشا، خير. حاج ابو منشي، انا عايز افهمك ان انا جبتك اللوكيشن ده، واللوكيشن ده ما يخش اي حد. ده البنت بتاعت المرجحه كانت هنا، كنا بنتمرجح جامد والله. عايز اقول لك ان ابنك اصبح على مشارف العالميه. ايه؟ لا كله الا الشرف. هي حصلت المشارف. يا ابو منشي، مشارف يا اخويا، قول له شرف مقدارك. ها؟ يشرف مقدارك. بص يا حاج، انا عايز ازف لك خبر مهم جدا، ان ابنك هيبقى صاحب اول بصمه جبس ابيض في مصر. ولد وري بابا ها. يلا يا حاج معانا. كله في الكليبس ماتش هيفصل مع الجبس. بس بقى صغير يا حاج، كله على الكليبس. لا معلش، اصل انا الصباع ده تعبان بدوحس شويه. جبس ايه اللي اتكسر فيك كده عشان تتجبس؟ اقسم بالله في حاجه اتكسرت. انا سليم يا بابا. انا اسمع يا اخويا عن بصمه الكمبيالات، شيكات، وصولات امانه يا ابو منشي، لكن حكايه الجبس دي جديده قوي. ده نظام قسط يا اخويا. قسط ايه يا وليه يا فكه؟ بيقول لك الواد هيتحبس. فرج الله. قول يا استاذ قول. ابنك خلاص هيبقى في العالميه، وعلى راي المثل اللي قال عشان نوصل للعالميه لازم نزرط في المحليه، ولا ايه؟ ما تقول له يلا كله في الكليبس مش هيلعب في الجبس. ايوه يا بابا، هوصل العالميه وابقى زي تامر حسني كده، وهمثل مصر في التحافل الدوليه. اسمها المحافل الدوليه يا حاج. بص يا حاج، ابنك هيبقى صاحب البصمه الاولى في الجبس الابيض بعد ما تامر بصم على الاسمنت. ايه ده، هو تامر بصم على الاسمنت؟ ايوه يا ماما، بصم على الاسمنت والجماهير استقبلته في المطار كمان. طب والاسمنت جرى له ايه؟ اكيد شك. انا بطمنك يا حاج، هتستلم مني ابنك اشهر من محمد صلاح واشهر من تامر حسني. اوعى. ليه عمل ايه بسلامته عشان تبصبوه؟ ده مضيع فرص في حياته اكتر من اللي مضيعها ازاره في الاهلي. وهتعملوا ايه ببصمته؟ بصمته ولا لسه ياض؟ والله لسه يا حاج، ده حتى الشركه عايزه مني شويه مصاريف اداريه كده. ايوه قول كده بقى. وكام بقى المصاريف دي؟ بص يا حاج، احنا ابنك بصمته تقيله شويه، فبيزروت جبس كتير، فالبصمه مش هتبقى سهله. يعني نقدر نقول الصور بالجبس مع زروطه الولد $3000، وده ديسكاونت عشان خاطرك. ليه؟ عشان كله في الكليبس، كله هيبص مع الجبس. يلا ها $3000 يا حاج. بنقبل فيزا لو متاح، يورو ماشي، جنيه مصري. طب جنيه سوداني يا حاج. ايوه بابا كده بابا. لا يا حاج شوف التقطيع. كله في الكليبس. لا السكوت علامة الجزمة ولا ايه؟ شكله ممثل. طلعنا من بابا بحاجة. الحمد لله. ايه رايك في خلافات المذيعين؟ ما بتفرجش على التوك شوز كتير فما اعرفش يعني. وانا مالي يعني، ما يتخانقوا، ما انا بنتخانق يعني. لا بستمتع بالموضوع ده، بحب اقعد يعني، بيبسطوني بصراحه يعني. يولعوا في بعض عادي، اعمل ايه يعني؟ لو في مثلا نقابه مثلا بتقيمهم او حاجه، او بتحط لهم معايير يمشوا عليها او حاجه، انما مفيش حاجه، مفيش معيار ان هم يمشوا عليه، محدش يتكلم في برنامج على حد تاني وكده. بس مش صح طبعا، مش صح. ربنا يسهل لهم يعني. المفروض يعني يحترموا المشاهد ويحترموا القوانين وكده. لا بس ده شغل عيال قوي يعني. طبعا كلنا عارفين توم وجيري، وياما اتفرجنا عليه واحنا صغيرين، وانا طبعا عشان صغير لسه بتفرج عليه. النهارده معانا على كرسي المذيع خناقه اشهر من خناقات توم وجيري، خناقه غيطي وتامر. الصديق تامر عبد المنعم انا استضفته اكثر من مره، فوجئت امبارح بيهاجمني بنفس الاساليب القذره القميئه اللي انا رديت عليها قبل كده.
وانا عارف بعد شويه هيقول لي انا ما كنتش اقصد. انا عمري ما كنت صابي عند حد، ولا عمري كنت بقعد امسك شيش في بقي واقعد تحت رجلين حد. الموضوع ما طفحش كده فجأة في يوم وليلة، لا ده موضوع ليه جذور. بدأ لما الغيطي دخل شمال في الهضبة، لا مش بعربيته، بلسانه. الغيطي خبط في عمرو دياب. بعض المراقبين شافوا امال ماهر نازله من طائره الخاصه بتاعه تركي آل الشيخ. بيقال انه في احد القعدات قال لها ده انا هخلي اشهر مطرب في العالم العربي يغني لبرج الحوت عشان انت برج الحوت. وبالتالي اتفق مع عمرو دياب ان هو هو كاتب الاغنيه، هو اللي كاتب اغنيه برج الحوت، هو اللي كاتب معظم اغاني الالبوم، هو اللي انتج الالبوم ودفع فيه $1,000,000 و4 عربيات لعمرو دياب. وطبعا تامر لانه من محب الهضبه ما استحملش كلام الغيطي وخبط جامد وسيح بمعلومات كتير من الناس ما يعرفوهاش. طبعا كل الاعتذار لتركي آل الشيخ، كل الاعتذار لامال ماهر، كل الاعتذار لدينا الشربيني، كل الاعتذار للهضبه لما بدر من محمد الغيطي. حينما تهاجم ابن بلدك اللي انت خايف عليه من رأس المال العربي، طب وانت اخبارك ايه وانت كنت بتكتب سباعيات لروتانا؟ ايه ظروفك في ده؟ اخبارك ايه وانت كنت عايز تجيب دعم من الكويت لانتاج مسلسل؟ ولان الاتنين نجوم وليهم متابعين كبار، الموضوع اتلم بسرعه وقعد الغيطي وتامر في استوديو واحد مع بعض واتصالحوا. لما لقيت ان رمز وعمرو دياب ايقونه ورمز كبير، انا عارف ان انت طلعت قلت القاهره ونيلها وخبطت فيه، بس هي انا قلت انا حابب محمد منير اكتر من عمرو دياب، يعني قلت ده في كذا مره. ايوه يعني بص، هو طبعا منير قيمه كبيره، احنا مش هو زي الجوافه انت عارف معركه فيروز وام كلثوم زمان، مفيد فوزي قال لك اذا كانت ام كلثوم جوافه واذا كانت ام كلثوم تفاح وفيروز جوافه فانا احب الجوافه عن التفاح. فدي اذواق يعني، لكن هو الهجوم يعني انا ما اقصدش ده. عمرو دياب ايقونه كبيره مصريه واحنا كلنا نتشرف بيها. اللي حصل بعد كده ما كانش متوقع. الغيطي هدد تامر وقال له انا ممكن اوجعك، واتكلم تقول وقال اكاذيب، وانا عندي اللي ارد فيه بوجع، بل ان انا عندي بالمستندات، بس انا مش ههدر وقت حضراتكم ولا وقتي في ان انا اخش في مهاتره من هذا النوع. ويبدو كده والله اعلم ان تامر اتوجع فعلا من الكلام. تامر ما سكتش، رد بكل شموخ، انا سعد ادالي، انت مين ادالك؟ انا اسمي تامر عبد المنعم، انت مين؟ انا تامر عبد المنعم، انت مين؟ عموما يا جماعه ربنا يهدي النفوس ويقدر كل مذيع منهم ينحي مشاكله الشخصيه مع زمايله على جنب ويخصص وقت برنامجه لجمهوره اللي اكيد ملوش ذنب في اللي بيحصل على الكراسي. وجه كلمه لمحمد الغيطي. مين محمد الغيطي؟ مذيع. ايوه هو صح، واختها اللي كانت عامله الشمس. ايوه ماشي. هو بيعمل ايه اساسا؟ معرفوش اصلا بقى، ما اعرفش غير انه ابو معاذ الغيطي. انا لو اعرف اقول على طول بس ما اعرفش. ربنا يخليك. هو راجل محترم الصراحه، يعني بحس ان هو بيجيب اخبار كتيره ممكن تكون مهمه او مش مهمه بس كتير يعني. هقول ان هما يعني يقدموا لنا حاجه محتوى يكون مفيد يعود يعني بفايده على اللي بيشاهدوه. وجه كلمه لتامر عبد المنعم. لا دي ما اعرفش. ما شفتوش مذيع. يا بنتي ده كان نقيب الممثلين ده ولا كان مش عارفه مين اللي بيلبس فيست كده، بس انا ما اتفرجتش عليه خالص. ما تستمرش كمذيع، خليك بشخصات احسن. جميل. هو ده مذيع؟ يعني عمري ما فهمت، هو انت بتطلع تقلد الناس فتضحكنا ولا تطلع مذيع ولا ايه؟ يا رب يبقى زي تامر حسني كده يحط بصمته. حاسه ان هو في التمثيل كويس، انما كشكله في التلفزيون هو يطلع كل يوم يقعد ساعتين 3 او حاجه مش لطيفه. هو اصلا بيذيع ليه يعني؟ برضه دي هو اساسا مش مذيع، فانا عارفه ان هو مش مذيع بس يعني خليه في مهنته. كورس الضيف النهارده مش هيقتصر على ضيف معين، لكن هيقتصر على الضيف الثابت اللي ما بيتغيرش. من اشهر الضيوف الثابتين المثيرين للجدل دكتور يوسف زيدان، ضيف الاعلامي عمرو اديب. والحقيقه الراجل من يوم ما بدا بيتشتم بعد كل حلقه يطلع بفكره جديده وهوب تتلقفها السوشيال ميديا ومن بعدها الميديا. ومن اشهر ازمات الدكتور يوسف ازمه صلاح الدين وقطز والكلام ده. التاريخ مش كده،
التاريخ الحقيقي مش كده. صلاح الدين ده هو صلاح الدين ده مش حقيقه تاريخيه؟ لا كان موجود بس مش الشكل ده. مش احمد مظهر. عشان كده انا كتبت مقال مره بعنوان الناصر احمد مظهر. مش هو ده الناصر صلاح الدين هو اللي راح عالج ريتشارد قلب الاسد ووقف قدام الصليبيين مش هو ده لا صلاح الدين واحد من الشخصيات في التاريخ الانساني. الشخصيات في التاريخ الانساني؟ عملت لك منشطه عشان بكره بقى هتطلع الجامعة. لا مش منشطه، انا بتعلم منه. وطبعا الهجوم كان شرس جدا. الناصر الولي التقي سيدنا صلاح الدين الايوبي بسفاله وبيتحدث بغياب وعي وبيتحدث بلا وطنيه، بيتحدث عن هذا الزعيم الذي تحدثت عنه لدقائق حديثا لا يليق ولا يجوز وغير مقبول السكوت عن إهانة التراب على هذه الزعامات الوطنية. ايه اللي يخليه يجيب لنفسه بالبلدي كده يجيب نفسه الكلام بالاقتحام في صلاح الدين الايوبي اللي هو هدم كل الرموز الايجابيه، الرموز الوطنيه اللي كان طول الوقت احنا بنرتكن عليها فخرا. تمام، انا برضو بنفس موضوعيه حضرتك، اديب كبير، ناقد كبير، محقق تراثي كبير، لا نجادل في هذا. تمام. انما انا بجادل في انه يتصدى لشيء فيه علم التاريخ وفيه علم السياسه دون ان يحمل ما يكفي من العلم في هذا الامر. تمام. ولم يوجد نفسه بالتحقيق ولم يستخدم الاسلوب اللائق، بلاش الاسلوب العلمي، الاسلوب اللائق. نفكر فيها بمنطق الاستاذ يوسف او دكتور يوسف، هدفه فكره احداث بلبله بسبب الكلام، فده يخلي الناس تبتدي تفكر وتقرا وتدرس وترجع للكتب وكذا، ولا يعني انا من الحقيقه مش لها منطق. وشخصيه كمان يوسف زيدان مش هذه الشخصيه اللي يطلع في برنامج عشان يضرب، مش شبه مثلا الراجل اللي كان عامل فتوى بتاعه ارضاع الكبير، هو الراجل كان داخل البرنامج وضارب الفتوى علشان عارف انه هيتشهر بعديها. بس ما اعتقدش ان يوسف زيدان كان مستني الشهره دي. والله انا ما عنديش تفسير نفسي لهذا الامر، بس انا في تصريحاتي قلت ان موضوع الشهره وارد بقوه في هذا الموضوع. للاسف الدكتور يوسف زيدان احيانا ينطلق من معلومات حقيقيه لكنها ليست مؤصله ويطرحها بخفه شديده ودون توثيق ودون عوده الى الجذور. الهجوم ده خلى الدكتور يستفز ودخل الحلقه اللي بعدها شتيمه وش. لما بنيجي نشتم بنمدح ولما بنيجي نمدح بنشتم. ازاي؟ يعني انت تيجي تهاجم حد فتقول ان هو عين انت عارف دي معناها ايه؟ انه شخص اجتماعي. عين يعني شخص اجتماعي. أيوة. لانه طيب الكلمه الافظع خه مش معناها ايه؟ معناها خادم مخلص. خادم مخلص؟ ايوه حضرتك. حتى وقلت قبل كده انه تقول على حد فلان ده لا والله ابن ناس. يا عم ابن ناس ده انت كده لغيت اساسه. وكان من الطبيعي تزيد حده الهجوم. ضبط الألفاظ. الكاتب الأستاذ يوسف زيدان الفترة الأخيرة أو الساعات القليلة السابقة من علينا ببعض الألفاظ. أول ما قال كده أصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل لوسائل التواصل الاجتماعي. حضرتك ماذا ترى في كلام كتير جدا بيطلع يقوله لنا الدكتور يوسف زيدان الحقيقة، والناس كتيرة جدا ترى أنه يزيل ويشكك في ثوابت ورموز الأمة اللي احنا تربينا عليها من خلال كتب التاريخ اللي درسناها؟ لا طبعا هو على خطأ يعني 100%، وهو إنسان بيدخل في مجال هو غير مؤهل له بالمرة. وما زال الدكتور يوسف جالسا على مقعد الضيف الثابت، يطلع كل أسبوع يستفز الناس بمعلوماته الغير عادية، فيطلع عليه الناس يروقوه ترويقة غير عادية برضه. حصل ملعوب كالمعتاد كل مرة، حتى ما بيبدعوش في الملاعيب. انما هنقعد بقى نقول اصله فلان كان كاريزما واصله مش عارف ايه. ده كلام فاضي، وكفايانا بقى كلام فاضي. نتكلم جد شويه، لانه ما عندناش طرف في الوقت ده، وما عندناش يعني العالم مش هيستنانا قوي كده. لازم نأسس معرفه حقيقيه، ولازم ناخد الامور بجديه شويه، لانه الصخب والتهليل جربناه كتير وما نفعش. طب ايه يعني هنستنى ايه؟
لما الدنيا تقع خالص لا. الباحث يقول لك والله انا جات لي ماده علميه جديده هعيد قراءه الحدث. ايوه. لكن المزيف والمزور والهادف الى تشويه ذاكره الامه ده ممكن قبل ما يطبق عليه القانون يخضع لمناظره علميه. خلصت كراسينا وحلقتنا، واللي ما لحقناش هيلاقينا على صفحه البرنامج على فيسبوك وقناه اليوتيوب وعلى الموقع الموحد للهيئه الوطنيه للاعلام، واللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي. خليك فاكر وعلى الله لاقيك ناسي برنامجنا اللي بقى اسمه لعبه الكراسي. نلتقي بعد الفاصل. نلتقي بعد الفاصل. خلى ضعاف النفوس وهم بيشوقوا. النهارده معانا على كرسي المذيع خناقه اشهر من خناقات توم وجيري، خناقه غيتي وتامر. حاضر ايه افكها. حاضر. رد بكل شموخ. انا سعد ادالي. انت مين ادالك؟ عموما يا جماعه ربنا يهدي النفوس. ماشي. وهحط الجاكيت تحتيه. ايوه تست مايك فراشه الحاج التوني. حاضر. يلا يا جماعه تكون معانا حاجه. انا بس باجي عشان الاقي انت عايز ايه؟